البنات صليوا على النبي وسمعوا معايا. اليوم غادي نشارك معاكم واحد السر ديال الدار. هاد الزيتون اللي كتشوفوا قدامكم ماشي زيتون واجد من السوق، لا لا، هذا زيتون صوبناه بيدينا حبه بحبه وبالصبر ديال الناس الاولين. باش ما نطولوش عليكم غادي نوريكم كيفاش كنوجدوه وكيفاش كنحيدوا ليه العظم بالراحه وبلا زربه. كنشدوا الحبه ونحيدوا ليها العظم هكا حبه بحبه، واخا كياخد شويه ديال الوقت ولكن النتيجه كتستاهل. وهذه هي الحاجه الزوينه فيه، هاد الزيتون ما طاب لا بصودا لا بوالو، طاب غير بالملحه والشمس، طبيعي نقي وبنه ديالو بنه ديال الدار. في الاول درناه يرقد في الملحه باش يخرج منه داك المرج المر، ومن بعد تقلنا عليه بشي حاجه ثقيله، حجر ولا شي حاجه عندك في الدار، المهم تكون ثقيله. كتعمريه بالملحه وديري عليه الثقل وتخليه واحد 20 يوم تقريبا. كل نهار كيهبط شويه وكيخرج منه داك المرج حتى كيولي صافي وما كيبقاش يخرج والو. غادي ندخلوا للمرحله الزوينه، مرحله النكهه والريحه والشرموله اللي كتخلي الزيتون يولي كيحمق. دابا حطينا الكاسرونه فوق العافيه وغادي نبداو بالزيت. كل وحده دير على القياس ديالها، عندك كيلو ديري على كيلو، عندك 2 كيلو زيدي القياس، ماشي ضروري ديري بحالي، المهم القياس يكون مناسب للزيتون اللي عندك. انا هنا عندي كميه كبيره ودرت تقريبا يطرو ديال الزيت، حيت الزيتون بزاف وخاصو الزيت يدخل فيه مزيان باش يجي مرطوب ومعطر. دابا غادي نزيدو الزعتر، درت 3 المعالق كبار ديال الزعتر كيخلي الريحه كتفوح وكيعطي واحد النكهه مغربيه زوينه بزاف. ومن بعد زدنا راس ديال الثومه كامل، راس كبير شويه، حيت الثومه هنا ضروريه، هي اللي كتطلق البنه وكتعطي الزيتون داك المذاق اللي كيبقى في الفم. وزدنا 2 معالق كبار ديال الكمون بالحبوب، ماشي الكمون مطحون، لا، الكمون بالحبوب، حيت ملي كيسخن في الزيت كيطلق الريحه ديالو بشويه بشويه وكيولي المذاق قوي ولكن زوين. دابا نخليو الزيت يسخن مزيان ونخليو الثومه طيب فيه بالمهل، والزعتر يطلق الريحه والكمون يعطي السر ديالو. ما نستعجلوش عليه، الشرموله زوينه خاصها المهل، والزيت ملي كيتعطر مزيان كيولي هو السر ديال الوصفه كامله. غادي نخليوه يغلي شويه غير بالراحه حتى نشوفوا الثومه طابت والريحه بدات طالعه والمطبخ كامل ولا فيه ريحه كتفتح النفس. دابا نرجعوا للملحه، حيت الزيتون اصلا كان في الملحه، ما خاصناش نكثروا عليه بزاف، غير شويه صغيره وصافي. ذوقي ديما قبل ما تزيدي، حيت الملحه الا زادت كتغلب على النكهه. دابا نديروا شويه ديال الزيت المعطر ومن بعد نزيدوا الزيتون، غير القياس اللي غادي نحتاجو، حيت الزلافه عندي صغيره ماشي مشكل، المهم كل شيء يدخل فيه الزيت والريحه توصل لكل حبه. الزيتون دخل مع الشرمله والريحه ولات حاضره، الثومه، الزعتر، الكمون، كل شيء مجموع في بنه وحده. دابا غادي نطحنوه شويه ونقولوا بسم الله. بسم الله. ونطحنوا الزيتون بالمهل، ماشي بزاف حتى يولي بحال العجين، لا، نخليوه فيه شويه ديال القوام باش ملي يجي في الخبز يبان ويعطي المذاق. ها هما يا البنات، ها الزيتون كيفاش ولا، شوفوا اللون ديالو وشوفوا القوام وريحته بوحدها كتقول لك جيب الخبز وذوق. دابا من بعد ما طحناه غادي نجيب الخبز ونوريكم كيفاش كيجي فيه، حيت الصراحه هاد الزيتون بلا خبز سخون ما كيعطيش حقه. ها الخبيزه قدامنا، نحلوها بالمهل ونقولوا بسم الله. شوفي هاد القوام كيفاش كيدخل في الخبز، ماشي جاري بزاف وماشي قاصح بزاف، جا مضبوط. عمري الخبيزه ديالك بهاد الزيتون وخلي الريحه تطلع، والوليدات اللي ما كيحبوش الزيتون راه بهاد الطريقه غادي ياكلوه ليك، حيت ماشي زيتون عادي، هذا زيتون فيه بنه الدار، فيه الملحه، فيه الشمس وفيه الصبر. بالصحه والراحه يا لالاتي، الا جربتوا هاد الطريقه ردوا عليا الخبر، وإلا عجباتكم الوصفه خليوا لي دعوه زوينه من القلب.
الله يعطيكم الصحة ويخلي ديوركم عامرة بالخير والبنة والريحة الزوينة.